الصقور لا يعيقها نعيق الغربان. أتعبتهم عمان في كل شيء، في نهجها السياسي، في هدوءها وأمنها واستقرارها، في مساعيها الداعمة للخير والإنسانية، في ثقة العالم المطلقة بأنها قبلة للسلام. أتعبتهم في أدق تفاصيلها حتى أصابتهم فوبيا عمان، وسعوا للمساس بها ولم يتركوا وسيلة إلا واتبعوها، فأخرجوا جرذانهم وخفافيشهم لتهاجم، وكلابهم لتنبح، وغربانهم لتنعق، وكل محاولاتهم يائسة بائسة تصطدم بدولة عميقة ضاربة بجذورها في عمق التاريخ. كثيرا ما يظهر إلا أنهم يتساقطوا كالورق الجاف ليكون مصيرهم تحت الأقدام أو وحل يليق بهم. قائمتهم طويلة، وجديدهم هذا معلم الشوارمة فراس الحاج حسن المدعي بأنه خبير مالي، مرهقا نفسه الخبير المالي للحديث عن عدم جدوى الاستثمار في سلطنة عمان، وكأنه يريد يقول: يا عمان فصلوا القانون العماني للاستثمار على مقاسي. بل ويتحدث الخبير المالي عن صفقات عظيمة مثل فتح محل خياطة رجال، وعن الحلاقة، وعن محلات الشوارما. ختاما أقول: كثر هم المرتزقة في مواقع التواصل الاجتماعي الذين يدفع لهم من الأبواب الخلفية للسفارات. نسمع صراخهم من خلف الشاشة، فيخرج لنا من هب ودب، ونسمع الكثير من الهرب، لكن قافلتنا ماضية رغم نباح الكلاب، وصقورنا لا يعيقها نعيق الغربان.